طبعا دائما يجيني سؤال: مراد، شنو احسن برنامج تصعد منه متابعين انستغرام وبضمان وبدون نزول؟ الجواب راح تلقونه بهذا الفيديو. السلام عليكم شباب بنات، اتمنى الكل بخير وصحه وعافيه. طبعا رجعت لكم بشرح جديد طريقه زياده متابعين انستغرام. مثل ما قلت لكم ببدايه الفيديو، تجيني هوايه اسئله، نريد برنامج ثابت وما ينزل المتابعين من نفس المتابعين، ونريد برنامج ما بي يعني حظر ونقدر نجمع نقاط وكل هاي الامور. فاليوم انا وفرت لكم برنامج عراقي بالكامل. المطورين لهذا التطبيق هم عراقيين، يعني البرنامج اقدر اقول لك حاليا من انجح البرامج اللي موجوده. التحديث الاخير او الميزه الاخيره اللي ضافوه برنامج اللي هو اسمه سينرز فلور، ضافوا لكم اللي هي ميزه تقليل نسبه الحظر، يعني صار تقدر انه تجمع نقاط بكل سهوله وبدون اي دوخه. تمام. فاللي اريده منك تتابع لي الفيديو، لان هذا الفيديو يختلف عن بقيه الفيديوهات يا عمري. انتم تريدون شيء مكمل على الاخر تستفادون من يمه، فهذا البرنامج كلش راح يوالمكم. فعلى مود تتعرفون على كل تفاصيل اللي تخص هذا البرنامج، تابع لي الفيديو من البدايه للنهايه. بدايه حتى تحملون هذا التطبيق راح تتوجهون على قناتي اللي موجوده بالتليجرام وتحملونه على شكل ملف مباشر. بعد تحميلك للبرنامج وتثبيتك للبرنامج راح تجي هنا تتوجه تفتح التطبيق. اوكي، اول ما يفتح عندك البرنامج راح يفتح عندك بهاي الواجهه. حاليا يطالب منك انه يكون عندك اللي هو حساب، فهسه اقول لكم مو حساب وهمي، لا، تنبثق لك هاي النافذه. هنا أنا مكتوب لك اللي هو سينرز فلور. انت اللي مطلوب منك شنو تسوي؟ انت ما عندك حساب، انا ما جاي اقصد حساب وهمي، ركز وياي. تمام، تجي هنا على زر مكتوب عليه انشاء حساب جديد، هذا الزر. حلو، فهنا المربع الاول اضيف بيه اي اسم، مثلا اسمك على سبيل المثال انا اسمي مراد، اضيف اللي هو مراد. حلو. اسم المستخدم اللي هو يوزرك اللي راح يكون بالتطبيق، ركز، يوزرك اللي راح يكون بالتطبيق اللي هو اسم المستخدم، فعلى سبيل المثال اضيف له هذا اليوزر. اوكي، البريد الالكتروني لازم تضيف له بريد متوفر عندك بالجهاز حصرا، يعني مو تروح تجيب بريد اللي هو وهمي وهاي الامور، لا، تجيب بريدك اللي موجود متجر جوجل بلاي او اي بريد عندك ثاني، المهم يكون بريد حقيقي مفتوح بجهازك. فعلى سبيل المثال انه انا اضيف له مثلا هذا البريد. حلو، مثلا جيميل هنا .com، ضفت له هذا البريد وليكن هذا البريد متوفر بجهازي. حلو. كلمة السر فتضيف له هنا اي كلمة سر، لكن لا تنسى كلمة السر اللي راح تضيفه. شغلتين مهمة هنا اللي هي اولا اسم المستخدم لازم ما تنسى، على مود لا سمح الله اي مشكلة تواجهك بالبرنامج تقدر انه ترجع نقاطك، ترجع كل التفاصيل او المشاكل اللي ممكن تواجهك بالتطبيق. حلو. بعد ما كملت كل هاي الامور اجي على الزر اللي مكتوب عليه تسجيل. انا عندي حساب فاروح اضيف الحساب، اجي هنا اضيف الحساب اللي انا مسوي، فبكل سهوله ضفت له هنا اليوزر او اسم المستخدم، والمربع الثاني ضفت اللي هو الباسورد. بعد ما انشأت الحساب اجي على الزر اللي مكتوب عليه دخول، ركزوا وياي. تمام. هنا الشروط واتفاقية استخدام التطبيق اكو هنا، يعني اللي هي السياسة والخصوصية مالت التطبيق، توافق عليها تنطي اوافق. حلو. تمام، هذا البرنامج، هاي واجهة البرنامج، واجهة كل السهلة وما بها اي مشاكل ولا بها اي تعقيدات. عندي هنا 100,000 نقطة. حلو، فاللي مطلوب مني حاليا بعد ما انشأت الحساب ودخلت لهاي الواجهة شنو اللي اسوي؟ اجي اذا انت حاب تجمع نقاط، اوكي، البرنامج بطريقتين، يا اما تشتري النقاط يا اما يعني تجمع نقاط، فانت مخير، تريد مجاني تريد مدفوع. وكل السريع برسالة المتابعين، ما احكي لكم على السرعة والثبات اللي موجودة بهذا البرنامج، شيء يعني من الاخر نقول عليه فخامة. تمام، نجي هنا على اضافة حساب، هذا الزر. هسه حاليا يطلب منك اللي هو اسم المستخدم للحساب الوهمي. تمام، يعني اذا كان عندك حساب وهمي زايد مثلا اذا ما تستخدمه فضيفه بالبرنامج. واللي حلو بهذا البرنامج انه يخزن النقاط داخل التطبيق، يعني حتى حسابك الوهمي اذا راح فنقاطك راح يبقى موجوده بالبرنامج، وهاي افضل يعني ميزه موجوده بالتطبيق. زين، اجي هنا انا عندي حساب وهمي مكمله حسب الاصول، اجي اضيفه هنا، فضفت له اليوزر، ضفت له الباسورد مالت الحساب الوهمي، ومن ثم على زر اللي مكتوب عليه دخول. هسه صار عندي هنا تأكدت من الحساب الوهمي انه ما بي اي مشكلة، رجعت مرة ثانية ضفت الحساب الوهمي، ومثل ما جاي تشوفونه مقابلكم انضاف وياي الحساب الوهمي. اذا حاب اجمع نقاط شنو اللي اسوي؟ اجي على هذا الزر اللي مكتوب عليه بدأ التجميع. حلو، تنطيه هنا بدأ التجميع، راح يبدأ تلقائيا انه هو يتابع لك عالم وينطيك نقاط بشكل اللي هي مجاني. انا انطيه هنا ايقاف التجميع بما انه عندي نقاط هوايه، مثل ما جاي تشوفون كان عندي 100 نقطة صار عندي 104. تشوفون هذا الزر. حلو، الحلو بالبرنامج اللي ما قلت لكم به، هسه قد صار عندي هنا 108. خلوني اوقف التجميع. تمام، الميزه اللي حلو بهذا البرنامج ما قلت لكم بيها، انه يختلف عن بقيه البرامج من ناحيه اللي هي جمع النقاط. هسه راح اقول لكم شلون. يعني اذا تشوفون انه انا دا احكي وياكم
وانا دا احكي وياكم حصلنا 128 نقطة. اذا تشوفون السرعة 132 نقطة، 136 نقطة. اذا تشوفون كمية السرعة اللي موجودة بالتجميع، يعني ما اتصور اكو هي السرعة ببقية البرامج مثل ما جاي تشوفون. 148 نقطة خلال ثواني، يعني ما طولنا والله العظيم، خلال ثواني جمعت 148 نقطة، كلش حلو. ولا زال التجميع مستمر 160 نقطة، يعني لا زال انه هو دا يجمع نقاط. ووصلنا لحد اللي هي 172 نقطة. مثل ما قلت لكم انه الميزة الحلوة بالبرنامج انه هذا البرنامج من ترسل منه متابعين، انتم تعرفون بقية البرامج مثلا اللي تجمع فد 10,000 نقطة يعطيكم 5000 متابع، يعني نص العدد. هذا البرنامج لا، يعني هذا البرنامج ال 6000 متابع تحصله ب 10,000 نقطة، يعني يعطيك فوق العدد اللي مطلوب. يعني تعرفون بقية البرامج أكيد كل برنامج أنتم مستخدمينه أو أنا منزل بالقناة ميزته أنه أنت تبدي من تجمع يعني نقاط، ينطيك يعني اللي هي نص العدد. يعني مثلا جمعت 100,000 يحق لك ترسل 50,000. هذا البرنامج لا، أما كان ما ترسل 50,000 لا، ينطيك 60,000 لل100,000 نقطة. هي أبرز ميزة أنه مخصمين اللي هي صار أكو خصومات بالموضوع. يعني أنا أشوف البرنامج كله سهل الاستخدام وتقدرون من خلال تزيدون المتابعين بدون أي مشاكل. فالبرنامج كلش طريقة استخدامه سهلة، يعني ما اتصور انه واحد يواجه اي مشكلة اللي هي سواء بتجميع النقاط او بالواجهة. حكينا على شنو؟ حكينا على طريقة جمع النقاط. اما الطريقة الثانية، اذا انت يعني حاب تشتري نقاط، تقدر هنا تتواصل ويا الدعم. تشوفون هذا الزر، سواء عندك مشكلة او حاب تشتري نقاط من داخل التطبيق، فتقدر بكل سهولة انه تحصل على نقاط. شلون انه انت تقدر تشتري نقاط او مثلا ما تتوجه للدعم؟ مجرد تيجي هنا على هذا البوت اللي هسه راح اقول لكم وين تلقونه. فهذا البوت اللي هو خاص بالتطبيق ذاك. حلو حلو، كل شيء تلقائي، يعني انت ما راح تروح ترسل الشخص حتى تقول والله مثلا قفصني او كذا، لا لا، كل شيء تلقائي هنا. أنا مضمون 100%. على هذا الزر اللي مكتوب عليه بدأ، حتى احكي لكم شلون انتم تقدرون تشترون نقاط. اجي الشحن عن طريق ACCL او اللي هو زين كاش. مثلا انا عندي ACCL، اضغط على الشحن عن طريق ACCL، راح يقول لي ارسل رقمك، فاجي بكل سهولة ارسل له رقمي. بعد ما رسلت الرقم راح يقول لك هنا سوف يصلك كود على رقمك مكون من 6 أرقام يرجى إرساله، بمعنى أنه حاليا تنتظر الكود اللي توصلك على الرسائل فتضيف الكود. فننتظر الكود وصلنا، فإذا تشوفون أنه الكود وصلنا نضغط على اللي هو نسخ الكود، ننسخ الكود ونرسله هنا. كلش حلو، راح يقول لك تم التسجيل، الدخول بنجاح، يرجى إرسال يوزر حسابك في التطبيق. فأنا قلت لكم بالبداية لا تنسى اليوزر اللي تضيفه بداية الشرح من الواجهة اللي سجلتوا بها دخول، لا تنسون اليوزر. إذا أنت حاب تشتري نقاط فهنا ترسل اليوزر بهذا الشكل. بهالشكل يكون اللي هو إرسال اليوزر، تكتب الآت وبعدها تكتب اللي هو اسم المستخدم، أوكي، أو اليوزر اللي أنت موجود بالتطبيق. اللي ما يعرف وين يلقى اليوزر، إذا متيه أو ناسي، أول ما تروح للتطبيق تجي تضغط هنا على هاي 3 شرطات جاي تشوفوها، مجرد تضغط هنا وتنسخ هذا اللي هو اليوزر. كلش حلو. اروح مره ثانيه ارسل هنا، اضغط على الزر اللي مكتوب عليه ارسال. تمام، هسه كملنا كامل. اريد اشحن عن طريق اللي هو تحويل ACCL او كارتات ACCL او عن طريق الزين كاش. مثلا اريد تحويل، اجي على الشحن عن طريق تحويل ACCL، وهاي اسعار النقاط. يعني الاسعار هي كلش يعني انا من وجهه نظري اشوفها شبه مجانيه. هنا $10 اللي هي بيها 28,000 نقطه، اوكي. $5 بيها 14 اللي هي 1000 نقطة، تمام، 14,124 نقطة. لحد اللي هي تقريبا هنا $60 بيها 169,000 نقطة و492. كلش حلو، تمام. هاي كانت بالنسبة لطريقة شراء النقاط من داخل التطبيق. زين، نريد نرسل متابعين، شو نسوي؟ اجي هنا، اجي اضغط على اللي هو طلب جديد، هذا طلب جديد، فتضغط عليها طلب جديد. بالمناسبة البرنامج بدعم ممول حقيقي، يعني انت اذا ما حاب ترشق مثلا ما تريد شيء وهمي، فتقدر انه ترسل متابعين عراقيين نسبة 100%، المتابعين يوصلونك عراقيين حقيقي، تمام. يعني هنا موفر لك الخدمة الاولى. شو يقول لك؟ متابعين سينرز الخدمة الاساسية VIP تعويض لمدة سنة، يعني اي نزول يصير بالعدد راح يتم تعويضك خلال سنة كاملة، انه اي نزول يصير يتم تعويضك. عندك الخدمة الثانية متابعين سينرز الخدمة الأساسية VIP زائد تعويض لمدة 3 شهور، تمام. عندك هنا الخيار الثالث دعم ممول متابعين عراقي حقيقي 1K بسعر اللي هي 17 أو $6، تمام يا عمري، تمام. عندك هنا متابعين سينرز بطيء المعدل لكل 1000 متابع بسعر اللي هي 4000 نقطة، زائدا بقية الخدمات بلايكات، قلت لكم بدعم ممول يعني حقيقي، وباللي هي رشق متابعين يعني بضمان وثابت.
فاختار الخدمة اللي توالمك. على سبيل المثال أنا أختار الخدمة الثانية، أروح أجيب له رابط الحساب اللي حاب أرسل له متابعين، وليكن اللي هو حسابي الأساسي. مثلا هذا حسابي حاب أرسل له متابعين، أجي على مشاركة الملف الشخصي وأجي على نسخ الرابط، وبعدها أرجع مرة ثانية للتطبيق وأجي هنا ألصق الرابط. حلو. وأضيف الكمية، مثلا طالب 1000 متابع. ال1000 متابع مثل ما قلت لكم ببقية البرامج تحصلونها بسعر اللي هو 2000 نقطة، لا هنا قد 1741 عكس بقية البرامج اللي هي تخصم لك نص العدد. اجي على تسجيل الطلب، فهنا تلقائيا راح يقول لي تم تسجيل طلبك بنجاح، تم انشاء الطلب بنجاح، العملات التي تم خصمها 1741. زين راح تسالني تقول لي مراد هسه انا رشقت متابعين، رسلت متابعين، اريد اعرف ايش قد واصلني، ايش قد باقي العدد الكامل حتى يوصلني. تجي هنا على الزر اللي مكتوب عليه طلباتي، وراح تعرف كل التفاصيل من خلال هذا الزر. زين دا تشوفون هنا انه انا راسل كميه متابعين من البرنامج، يعني هواي كلش هواي راسل متابعين، يعني البرنامج فعلا يعني برنامج رهيب بمعنى الكلمه. اكو اذا تلاحظون هنا يعني كل ما ترسل طلب مكتوب هنا طلب تعويض، تشوفون طلب تعويض طلب تعويض، هنا طلب تعويض. هاي شنو فائدتها؟ من ترسل متابعين ويصير نزول بالعدد، مجرد تضغط على الزر اللي مكتوب عليه طلب تعويض راح يتم تعويضك بشكل تلقائي من داخل التطبيق، مجرد تضغط على الزر اللي مكتوب عليه طلب تعويض. البرنامج كلش حلو، استخدموه والله العظيم، يعني برنامج صراحة أنا من وجهة نظر أشوفه حاليا من أنجح البرامج اللي موجودة بهذا المجال، خصوصا بالتحديث الأخير وفروا لكم اللي هي طريقة جمع النقاط يعني بشكل مجاني، وأيضا أكو طريقة ثانية اللي هي مدفوعة، شرحت لكم هان الطريقتين، فاستفادوا وجمعوا نقاط وارسلوا متابعين، وإن شاء الله ما تواجهون أي مشاكل. هذا كان أبرز ما بالموضوع، أتمنى الكل استفاد من هذا الشرح، وسوف تدخل لكم اشتراك كل الروابط أسفل الفيديو. تحياتي لكم.